السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هلا بقى الشتاء وروايح الشتاء وأكلات الشتاء الجميلة، واحنا من عشاق القلقاس أبو سلقة. هنعمل النهاردة كده أكلة جميلة شتوية بتدفي، بجد حقيقي تحفة. معايا كيلو قلقاس ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو. يا اما تجيبيها واحده بس، يا اما تجيبيها مثلا اتنين صغيرين على حسب راحتك انت. انا معايا كيلو قلقاس اهو، معايا طبعا السلق بتاعه ومعايا كزبره. وهنعمل شويه سلق كده بسم الله ما شاء الله باي شوربه بقى موجوده عندك. انا كده بقشر، او زي ما انتم شايفين قشرت اهي الكميه بتاعتي. زي ما انتم شايفين هنا بقى كنا بنلعب بقى انا وحفيدي مع بعضين، انا شت وهو يشت وقعدنا نلعب شويه كده. انا قشرت القلقاس بتاعي اهوت بقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده، مكعبات ولا حسب طبعا المكعبات على حسب راحتك انت. بجد يا بنت شويه قلقاس بسم الله ما شاء الله. متنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل كل جديد. اهم حاجه بقى يا بنات الخطوه دي غسل القلقاس، ان انا بغسله وغسيل بنزل فيه النشا بتاعه وماده المخاط دي كلها. طبعا وانا بغسله قبل ما احطه في الشوربه يا بنات لازم اعصر الليمونه دي. ليه الليمونه؟ ما بتخليهوش في الماده المزملقه بتاعته او المخاط بتاعه، لا بتخليه شوربه كده خالص ناعمه وزي الفل. طبعا انا لسه بغسل فيه. بص بقى لازم امرشه مرشه كده، بجد بخلي ميته بيضه خالص زي الفل. اهم حاجه الغسيل بتاعه. طبعا انا مسبنه الحوض كمان ومعقماه، مخليه زي الفل. وامسك بقى القلقاس بقى كده اغسله غسله نظيفه، ما بخليش فيه اي نشا خالص ولا زملقه ولا اي حاجه خالص. لازم يبقى معايا كده رايق وزي الفل. بصوا جماله، انا غسلته اهو صفيته ونزلت عليه بالشوربه اول ما غليت، وطبعا حاطه فيها ليمونه عشان ما تخلوهوش الشوربه تبقى مزملقه معايا كده. انا معايا ربطه سلقه اهوت. هبدا بقى كده اخرطها. طبعا يا بنات السلق ده في ناس بتعمله صحيح كده في قلب الطاسه وتحطه على النار، لا انا هديله نص ضربه في الخلاط. او بص انا بغسله معايا، مش بحب كده احطه في صينيه زي ما هو صحيح كده واصحنه، لا انا كده هعمله في الخلاط على السريع كده هو زي ما انتم عارفين. انا بحب يعني ايه، ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات، بعمل حاجات اقتصاديه وعلى قد الايد وخفيفه، وقدرت تعملي متاح تعملي كل اللي انا بعمله دوت من اقل الامكانيات. كده انا حطيته اهوت بقى في الخلاط. حط عليه حبه شوربه صغيرين عشان يدوبك بس الخلاط يلف، ومش هضربه وانا اعبه، لا انا يا دوبك هديله ضربه بسيطه. هتشوفوه برضك وانا بصفيه. بصوا اهو انا مش فرماه ناعم خالص، يا دوبك بس كده بديله لفتين في الخلاط. بصوا انا بصفيه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هاخد طبعا الميه بتاعته وهحطها على الشوربه بتاعتي وهي بتغلي، وده كده بعد ما صفيته خالص وبقى زي الفل احطه في طاسه وارفعه بقى على النار. برضك كده انا هحط الميه اهو على القلقاس زي ما انتم شايفين كده. بصوا بجد يا بنات شويه قلقاس اللهم بارك، لوز كده ما شاء الله. وطبعا كده انا برضك حطيت السلق اهوت اللي انا طلعته وصفيته، هحطه في طاسه ولازم انشفه برضك على النار قبل ما احط له السمنه بتاعته، لازم يبقى ناشف معايا. بجد طريقه جميله وخفيفه وما شاء الله على السريع كده. وبجد والله يا بنات شويه قلقاس كده كهرمان اللهم بارك. كده بعد ما نشف معايا او السلق بتاعي انزل كده بمعلقتين سمنه، وابدا بقى احمر السلق بتاعه برضك معليش النار عشان ما يتحرقش مني. ايدي على القلقاس وايدي برضك في التحمير هنا وهنا عشان الحاجه ما تبص مني. ما شاء الله اللهم بارك. حطيته بقى اللايك ولا لسه؟ ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه عشان يوصلوا كل جديد. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رايكم؟ بصوا الجمال، بصوا ما شاء الله اخضر وزي الفل يا بنات. حاجه نظيفه وجميله واقتصاديه وسريعه وباي شوربه موجوده عندك. انا كده طبعا نقلته على العين عشان يبقى جنبي. بصوا القلقاس اهو. حط بقى الملح بتاعه، اظبط بقى الملح واحط حبه فلفل اسمر. بصوا الجمال بتاعه لسه ما حطيتلوش السلق. بصوا عامل ازاي، اللهم بارك كهرمان يا بنات. ما شاء الله جربوه هيعجبكم قوي. ما فيهوش الماده اللزجه بتاعته دهيت او اصلا بتبقى الشوربه بتاعته مثلا ما بتبقاش مثلا تقيله ولا حاجه، لا بتبقى رايقه وناعمه وزي الفل. انا كده لسه محمره اهوت في السلق بتاعه وموطيه طبعا العين،
واهم حاجه ما يلزقش مني ولا ينحرق مني عشان ما يمررش. بص انا ايد هنا وايد هنا ازاي، كله شغال زي الفل ما شاء الله، طعم وريحه ما شاء الله. اللي يعمل القاس زينا نقول له يا عمنا. بصوا بدأ معايا بقى يخش في التحمير ازاي، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، جميله يا بنات. اهو بصوا بردك انا بحمر بردك فيه، عايزاه بردك يديني الحمران اللي انا عايزاه. هنا بقى كده انا حطيت معلقه توم. التوم ده انا مفرزاه من رمضان اللي فات، وموجود معايا فريش زي ما هو، بجد بيسهل عليا حاجات كتير قوي. ابدا بقى احمر بقى كده التوم مع السلق بتاعي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا القاس اهو بردك جنبي بقلب عليه. بصوا بدأ يحمر اهو معايا زي الفل. انزل بقى كده بمعلقه صغيره كزبره ناشفه، بجد يا بنات بتديله تست عالي وبتخلي تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. بجد شويه قلقاس عجميه، حاجه كده اللهم بارك ما شاء الله. ربنا يحسن من بين ايدينا جميعا يا رب. شفتوا بقى الجمال؟ بقرب الكاميرا زي، بصوا وادي بقى القلقاس اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو. انزل بقى بيه كده زي ما انتوا شايفين، يا دوبك غلوتين واطفي عليه وخلاص على كده. ما بياخدش طبعا كتير بقى بعد ما احط له السلقه زي ما انتوا شايفين. بصوا يا بنت شكله عامل ازاي، بجد كهرمون عجميه كده ما شاء الله، جميل وخفيف وقوام قوام كده على السريع. ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا بقى الجمال ما شاء الله، ريحه وطعم يا بنات. بصوا الشوربه بتاعته مش تقيله ولا اي حاجه ولا فيها الماده اللي هي اللزجه بتاعته. ايه رأيكم في الجمال ده؟ حاجة كده اللهم بارك. لايك وشير، وتنسيش تشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد من مطبخي. اسيبكم في حفظ الرحمن، سلام.